في شويه عناوين ممكن نحطهم للحلقه دي، زي مثلا ليفربول خد مانشستر يونايتد ورا مصنع الكراسي وجوه مصنع الكراسي وفوق مصنع الكراسي 7-0. 7-0. ده مانشستر يونايتد ما جوش، هم فضلوا في مانشستر، هم ما راحوش ليفربول اصلا. طب سيبك من كده، نروح طبعا على تايتل تاني. صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الانجليزي. ده ايه ده؟ ده حلم ولا علم ولا حقيقي ولا الكلام ده بجد ولا هزار ولا ايه؟ محمد صلاح المصري، ركز كده، محمد صلاح المصري الهداف التاريخي لنادي ليفربول الانجليزي في تاريخ الدوري الانجليزي. يعني ده انجاز عالمي للملك الكينج محمد صلاح، بيحقق 129 جون بقميص ليفربول في الدوري الانجليزي ويصبح الهداف التاريخي لليفربول. طب ايه اللي حصل في الماتش؟ طب ازاي اصلا ليفربول كسبوا 7-0؟ لا ده في بلاوي حصلت وكوارث حصلت. يلا بينا بسرعة. في البداية معكم مصطفى محسن. لو انت اول مرة تتفرج علينا اعمل لايك دلوقتي الفيديو واشترك في القناة، ولو انت متابعنا من قبل كده ادينا برضو اللايك المتين. وعايزين بقى تفاعل يا جماعة الفترة الجاية عشان نستمر في تقديم الفيديوهات ليكم ان شاء الله. الناس اللي بتحب الكورة الكويرة، الناس عشاق الريدز وعشاق الكورة بشكل عام. ليفربول ابتدى الماتش بتشكيل متوازن، تشكيل عادي خالص، مفيش فيه اي مفاجآت غير ان بقى شوية الكوارث اللي عندنا قعدوا على الدكة. يعني طبعا كان عندنا بقى ماتيب البطيء، وكان عندنا جوميز ريح وقعد دكه، ورجع طبعا كوناتي طبعا رجع بقى جنب فان دايك، فالاثنين ضرفتين ورا الموضوع ابتدى يظبط شويه. وخط الوسط اللطيف بتاعنا المتعارف عليه هندرسون مع إليوت مع فابينيو، وقدام صلاح ونونيز وجابكو. طيب ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى ليفربول يسيطر السيطره دي؟ مبدئيا لو انت مركز في مانشستر يونايتد، هم نازلين الماتش واثقين قوي 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 من نفسهم ان حالتهم احسن، ولسه واخدين الكاراباو كاب، ولسه كسبانين برشلونه في اليوروبا ليج، والفرقه ماشيه بشكل كويس قوي، وليفربول مستواه متذبذب وشايل 5 من ريال مدريد. فقال لك ايه، لا يعني الماتش في المتناول. ولكن كانوا هم اللي في المتناول، يعني مانشستر يونايتد ما جاش الماتش خالص. ليفربول لعب بواقعيه في الماتش قدام مانشستر يونايتد اللي لعب يعني بعرفه شديده جدا. ضيعوا كذا كوره على فكره، راشفورد ضيع كوره سهله جدا في الشوط الاول. وعندهم طبعا انتوني بمنظرجي قوي قوي قوي، منظرجي جدا بزياده، وكل حاجاته في اللي هو بيلعب منظره وخلاص ولا ليها اي 30 لازمه. وبناء عليه من خطأ، لو انتوا لاحظتوا الجون الاولاني اللي فتح الماتش ليفربول، هو انتوني ما رجعش اصلا يدافع مع روبرتسون، اللي قدر يعمل ثرو باس سهله جدا لجابكو، الراجل قطم وقام حط في البعيده، وخلص الشوط الاول 1-0. كل ده منطقي معقول وبيحصل في الكوره. ننزل بقى الشوط الثاني، اول هجمه في الشوط الثاني هوب جول، بعديها هوب صلاح اسيست، يلا جابكو جون بقى 3، بعديها هوب يلا صلاح الرابع. شفتوا الجون بتاع صلاح؟ الجون بتاع صلاح يا جماعه فيه ردة فعل رهيبه. خدوا بالكم، صلاح بيتحرك تحركات، بيعرف يتمركز. يعني الجونين اللي صلاح جابهم النهارده، هو صلاح عارف يتمركز، هو عارف يقف فين، عارف ان الكره هتيجي هنا وهي لمسه. يعني الجونين اللي صلاح جابهم هم لمسه تيك تيك، مفيش فيها اي تفكير، لان هو متمركز صح. ودي خبرة صلاح، مفيش أدنى شك إن السنة دي مش أحلى مواسم صلاح ومش أحلى مواسم ليفربول، ولكن صلاح وصل 22 هدف السنة دي. يعني الراجل برضو يعني بيأدي وبيعمل اللي عليه. مش صلاح اللي احنا عارفينه، لكن الفرقة كلها في النازل، لكن صلاح محافظ. والحمد لله صلاح بيثبت إن هو تاريخ وأسطورة من أساطير ليفربول يعني حتى بعد الجون الرابع ما اكتفوش. يعني لو هو مش خلاص ايه ده جبنا 4 فكفايه بقى خلاص ارحموا عزيز كرام بنزل، لا يلا خد الخامس في السادس في السابع. انا كل شويه اقوم اقول ايه، يلا انا هقوم بقى اصور دلوقتي مثلا في الدقيقه 85 في الدقيقه 86 الاقي يلا فيرمينيو كمان جاب جون، يلا هوبا جون فما بقتش ملاحق. بصراحه يعني نتيجه تاريخيه، وجماهير مانشستر يونايتد كالعاده بتمشي في نص الماتش، زي برده ماتش الدور الاولاني لما مشوا فيه. فلا الموضوع بقى زياده كده على مانشستر يونايتد، مره 5 ومره 7، الموضوع بقى زياده. بس المره دي هم ما جوش خالص تماما، هم ما جابوش اجوان وما ظهروش على الساحه. مفيش اي تفاهم ما بين فاران ومارتينيز، وخط الظهر سيء دخية
يعني ما لمس الكوره، دخيا ما صدش، يعني ما فيش كوره كده طلعها ما بين الثلاث خشبات، مش موجود. لعيبه مانشستر يونايتد خط وسط ضعيف جدا جدا جدا. فريد انا يعني بصراحه يعني مش عارف هو ليه بيلعب في مانشستر يونايتد لغايه دلوقتي. ويعني راشفورد يعتبر كان احسن لعيبه مانشستر يونايتد وحاول اكتر من مره، والحظ ما كانش يعني معاه وكذا كره في العارضه، لكن بشكل عام مانشستر يونايتد خدوا الماتش بسهوله جدا وقاموا واخدين في وشهم 7. يعني بصراحة نتيجة غير متوقعة، محدش كان يتوقع تماما ليفربول يكسب ويكسب 7-0، نتيجة للتاريخ. الله اعلم ليفربول ممكن يعمل ريمونتادا زي ديت قدام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو ولا لا. سيبوا لي بقى رايكم في الكومنتات، هل سهل ان ليفربول ممكن فعلا نلاقيه بدل هي 5-2 يكسب هناك 3-0 مثلا ويحصل تعادل ويروحوا والماتش يكمل الاخ، ولا ممكن يحصل اي حاجه غريبه في الكوره ونلاقي مثلا ليفربول كسب 4 ويحصل ريمونتادا زي ماتش برشلونه طبعا اللي نفتكره الماتش التاريخي اللي حصل في الانفيلد. بس المره دي الامور صعبه، ريال مدريد سانتياغو برنابيو، فالامور مش اسهل حاجه، ولكن هي دفعه معنويه رهيبه 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 ليفربول في الشامبيونز ليج قدام ريال مدريد، ان هم بيكسبوا الغريم مانشستر يونايتد الديربي مانشستر يونايتد ويكسبوا 7-0. المدينتين ما بينهم يعني صراعات الى الابد، وديربي يعني رهيب ما بين الفرقتين تاريخيا، فنتيجة هتفضل عالقة في الأذهان. ولكن صلاح 2 جون و2 اسيست بيسيب بصمته، وأنا مبسوط إن صلاح الحمد لله ربنا كلل جهوده بالنجاح وبقى الهداف التاريخي لنادي ليفربول. دونا لايك دلوقتي الفيديو واشتركوا في القناة وتابعوا كل فيديوهاتنا الجاية. كان معكم مصطفى محسن، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.